هنتكلم عن واحد من أشهر ممثلين السينما في الوطن العربي، وهو فريد شوقي الفنان الكبير. اسمه بالكامل فريد شوقي محمد عبده. اتولد يوم 3/7 سنة 1920 في حي السيدة زينب في القاهرة، وبعد كده انتقل مع أسرته لحي الحلمية عشان والده كان بيشتغل بمصلحة الأملاك الأميرية في وزارة المالية. حصل فريد شوقي على دبلوم من مدرسة الفنون التطبيقية، وكذلك حصل على دبلوم من المعهد العالي للتمثيل. كبر فريد شوقي في أجواء فنية لأن والده كان صديق للكاتب المسرحي عبد الجواد محمد، والد المخرج السينمائي محمد عبد الجواد. والحكاية دي هي اللي كبرت حب الفن في نفس فريد شوقي وحب التمثيل، فانضم بعد كده لفرقة المخرج المسرحي عزيز عيد، وبدأ يتردد على مسارح شارع عماد الدين، وكان بيأدي ساعتها أدوار الكومبارس في فرقة يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار. قدم فريد شوقي أول دور بطولة مسرحي من خلال مسرحية الضحية، وعمل أول فيلم سينمائي سنة 1946 بعنوان ملاك الرحمة. بعد كده انطلق انطلاقة قوية في فيلم الأسطى حسن مع هدى سلطان. وعلى الرغم من ان فريد شوقي عمل أدوار متنوعة كتير جدا، إلا انه اشتهر عند الجمهور بأدوار الفتوة والبطل، ومن هنا أطلق عليه لقب الملك ولقب وحش الشاشة. عمل فريد شوقي ما يقرب من 300 فيلم، ومن أشهر أفلامه شاويش نص الليل وجعلوني مجرما ورصيف نمرة 5 وغيرها من الأفلام اللي حققت نجاح كبير جدا عند الجمهور. وعمل أعمال تلفزيونية متميزة أشهرها البخيل وأنا ومسلسل العاصفة ومسلسل عم حمزة، وعمل مسرحيات كتير منها شارع محمد علي مع شريهان ونجحت نجاح كبير. وفريد شوقي ما اكتفاش بالتمثيل وبس، ولكنه ألف روايات وأنتج أفلام، زي إن شارك في فيلم جعلوني مجرما كتب فيه بعض المشاهد، وفيلم بورسعيد برضو شارك في كتابة هذا الفيلم. بعد كده تعالوا نشوف فريد شوقي اتجوز كام مرة. اتجوز فريد شوقي 5 مرات. المرة الأولى كانت من ممثلة مش معروفة، كان عنده ساعتها 18 سنة، وبعد كده اتجوز محامية بس انفصل عنها بسرعة، وبعدين اتجوز الفنانة زينب عبد الهادي وخلف منها بنته منى. وبعد كده كانت الجوازة الرابعة والأهم في تاريخه من الفنانة هدى سلطان، وخلف منها ناهد فريد شوقي. واخر زوجة له كانت واحدة معجبة بيه اسمها سهير ترك، ودي خلتها معاه لحد وفاته، وخلف منها عبير. والفنانة رانيا فريد شوقي اللي مشيت على نفس طريق والدها فريد شوقي أصبحت ممثلة مشهورة. حصل فريد شوقي على أكتر من 92 جايزة في مشواره الفني، أهمهم جايزة الدولة عن فيلم جعلوني مجرما، والفيلم ده كان سنة 1955، وخد جايزة الإنتاج من مهرجان برلين سنة 1956. فارقنا فريد شوقي وتوفي سنة 1998 في يوم 27 يوليو عن عمر يناهز 78 سنة.